ها يا عمده، العقود كلها تمام زي ما حضرتك امرت. والفلوس جاهزه زي ما اتفقنا. 8 مليون جنيه كاش. يبقى نتكل على الله ونمده. هلا قول لي يا حاج عبد الغفار، وانت عايز الارض البوردي في ايه؟ ارضكم لسه فيها الخير يا عمده، هي بس محتاجه تتخصب من جديد وترد فيها الروح ان شاء الله. وعليك من ده بايه؟ ما تشتري جنين طرح ولا ارض عافيه تعرف تشوف خيرها، بدل ما ترمي فلوسك في ارض ناشفه محتاجه فلوس كتير. والله انا باصص لقدام، انا اشتريت اراضي كتير في الاقصر وارمنت وعنديكم كمان في اسنا، هبدرهم واشتلهم وكلها كام سنه وشجرها وزرعها هيقف على حيله واكل من وراها الشهد ان شاء الله. على البركه يا عمده. اصبر شويه يا رمزي. الله، شوف يا حاج عبد الغفار، انا راجل دغري وقصد خير من البيع دي، وانت راجل زين وانا مش هغشك وما يرضنيش بهدلتك. الله يعز مقامك يا عمده، بس خير كفل الشر. انا عارف ان انت شفت الارض قبل ما تاجي، بس عشان تفهم قصدي تاجوا معايا تعاينوا الارض تاني في عين الشمس. عداك العيب يا ود الاصول. بقول لك يا ست نوال، ما تيجي نرجع المايه لمجاريها بقى. أنا مش عارفة أقول لك إيه يا إبراهيم. كفاية طيبتك وجدعنتك معايا يا أخويا، بس دلوقتي بيبو ابني هو كل حياتي. طب ايه رايك نسال بيبو؟ ماشي بيبو، انا عايزك بقى تسيب اللعب. قوم قوم قوم، عايزك تقعد هنا على كرسي جنبي راجل لراجل نتكلم. يلا اديني وسعت لك عشان تعدي. يلا امسك، خد الفوليه دي خليها جنبك. ايوه، بص بقى يا سيدي، هو انا لو قعدت معاكوا هنا في البيت انت هتكون مبسوط ولا لا؟ اه طبعا انا مبسوط، بس هي ماما هتوافق. لو انت هتوافق ماما هتوافق. لو طبعا سألت بابا الله يا عمو يبقى انا موافق. عايزين نروح ميت ابو النصر. اركب العربيه الكبوت دي. كبوت ايه يا عم، انتوا هتسلمونا ولا ايه؟ يا ابوي ما تخافش. يا عمده، يا عمده. رمزي، خد الرجال على الارض وكلم شعبان يسبقنا على هناك، انا جاي وراك طوالي. تحت امرك يا عمده. ايه في يا صفيه؟ هو انت متاكد انك عايز تبيع الارض؟ انت ما عايزانيش ابيعها؟ يا عمده الجول جولك والمال مالك، بس انت متاكد من الناس دي؟ الله يطلعوا كيف الخازوق في جفا ارضنا. عيب عليك يا صفيه، اخوك واعر، مفيش حد يستجري يخمه ولا يضحك عليه. نقول مبروك يا عمده. ايوه، الشارع فلوسه حاضره يعني، وهيشوف الارض دلوقتي ولو عجبته هنخلص ونمضي العقود. يلا الحق الرجاله. والنبي بلاش يا عمده. صفيه الارض دي خوته كبير وملهاش عاده ولما علينا الواغش، احنا الكسبانين لو خلصنا منيها. بس يا عمده انت لو بعتها. ايه يا صفيه، رزق وجاي لاصحابه نقف ليه بقى زي اللقمه في الزور. ربنا يعود عليك يا اخويا في اللي قرارك قبل سابق، ولا يشمت فيك عدو ولا حبيب ولا تتقطع سيرتك من بعدك. سيره العمده اكتمي يا انعام وكفاياكي. ايه تشبطوا بعض قدامي؟ هتورثوني بالحياه اياك. وانت يا صفيه
حسك عينك تجيبي سيرة الخسيس ده قدامي مرة تانية، وإلا ورحمة راس أبوك في تربته لا أرمل جوزك عليكي، أنت فاهمة؟ حقك عليا يا عمدة. خلصنا. أنا قلت كلمة للرجالة ومش هرجع فيها عشان حديث نسوان. عجبتهم الأرض هبيعها. حسابكم معايا بعدين. شوطة تاخدكم انتوا الجوز. مع السلامة يا عمدة، مع ألف سلامة يا كبرنا. إيش دخلك انت يا صفية؟ نبيع الأرض نحرقها، احنا أحرار. مالك يا أختي عمالة تغلي ليه؟ الأرض هي اللي باقياله وشايلة اسمه، ومش عايزاه يتنكس تاني ولا سلساله يتقطع. ولا انت نسيتي اياك اللي عمل ولدك السو اللي عرنا وجرسنا وقطم ظهر ابوه؟ اسكت يا صفرة يا غلوية، يلي زي المش كل ساعة بوش. قطع لسانك. العمدة هيفضل طول عمره ظهره مشدود زي الوتد طول ما نجاره. فضيها سيرة بقى يا صفية وخليكي في حالك أحسن. ماشي يا بنت الجبابرة. جبابرة بقى أحفاد سيد عبد الجبار بقوا جبابرة، اسمهم جبايرة. كنتوا بتتناجروا عليه انت وصفية؟ لا، ده أنا كنت بقول لها نكتة وبعدين بقول لها انزل اشتري شوية. عايز اشرب قهوة. هعملها لك أنا هعملها لك بيدي. تاخدي قهوة يا صفية؟ هعمل لك. صباح الخير باشا. صباح جميل. صباح الرضا. باشا موجود؟ صباح الخير يا باشا. اتفضل يا ابراهيم بيه. شاكر سعادتك يا باشا. هات الست نوال من الحجز. والله ده كرم من سعادتك يا باشا ان انت تسمح لنا ان انا اتقابل انا والست نوال في مكتب معاليك يعني. الست نوال تعبانه شويه، ممكن نعمل لها استثناء. ما تحرمش من سعادتك يا باشا. بس واضح ان مشكله الست نوال اتعقدت شويه. ربنا يعيننا ونحلها يا باشا. بيني وبين سعادتك الست نوال ما بقتش على ذمتي بقالها سنين، والود اللي بينا مقطوع. بس اول ما عرفت والله يا باشا جيت جري على ملا وشي عشان اعرف ايه المشكله وحلها. مهما كان بينا عشره وعيش وملح سعادتك. الواجب واجب، ربنا يطمنك عليها. تعالى يا ست نوال، انا عندي مرور شويه وراجع لكم. كان الله في العون يا باشا.